جيت في وقت وادركت ان انا كنت مسيحي بالاسم بس. انا كبرت في بيت مسيحي، اهلي مؤمنين، وزي ما بيقولوا كده اتربيت في الكنيسه، لكن حسيت ان انا ناقصني حاجه. عايش الحياه المسيحيه لكن في حاجه ناقصه. ابتديت ابعد عن الكنيسه شويه بشويه عشان حسيت ان انا عايش اللي بيقولوا عليها الدبل لايف. دايما بخدم ودايما موجود في الكنيسه وبطلع كل المؤتمرات، لكن بره انا بعيد قوي عن ربنا. قعدت فتره مش بروح الكنيسه، وشويه بشويه بطلت اروح خالص، لحد ما قائد ليا جه كلمني وقال لي احنا عندنا مؤتمر. كنت في اعدادي اعتقد، تعالى اطلع معانا. حجزت المؤتمر بجد وطلعت، وكنت كل يوم بصلي بعشم قوي ان انا فعلا عايز اختبر حاجه مختلفه. اول يوم وتاني يوم عدى وكنت حاسس ان انا بصلي لنفسي، حاسس ان هي وان واي شويه، لحد ما جه يوم كنت قاعد بصلي وفعلا حسيت احساس غريب. حسيت فعلا ان ربنا بيناديني تاني، حسيت ان انا مسموع. اليوم ده قررت فعلا ان انا اتبع يسوع، وقررت فعلا ان انا هحاول اعيش حياه مقدسه. رجعت تاني الكنيسه وابتديت اخدم، وربنا فتح قدامي بيبان كتير قوي ان انا اخدم ناس، واستخدمني في حياه ناس كتير. لو انت حاسس انك واقع، لو انت حاسس ان قصتك شبه قصتي، اشجعك انك تروح تتكلم مع حد اكبر منك، اشجعك انك تنقي حد في الكنيسه او حد من عيلتك تتكلم معاه، اشجعك انك تفتح الكتاب المقدس وتقعد وتقرا وتصلي وتقول لربنا انا فعلا عايز اختبر حاجه مختلفه، انا فعلا عايز اعرفك اكتر، انا فعلا عايز اعيش حياه القداسه.